السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بصوا النهاردة انا هقول لكم حاجة، يعني هي ايه من العشق بتاعتي. الفخار ده بصوا في كل حالاته، في كل استخدامه، في كل حاجة. حاجة خيال وصحي وجميل والاكل له طعم خاص فيه، حاجة كده روعة بصراحة. خلاص. انا طبعا كان عندي اخو، دي صينية مش طاجن. اللي تحت ده مية على فكرة، لسه شارياه. دي صينية مش طاجن. بس انا كان عندي اختها بالظبط، بس للاسف ابني وانا بحطها، هي المفروض انا بعملها معامله البايركس. بمعنى ان هي سخنه ما احطهاش على رخامه، ما احطهاش على حاجه، على اي سطح بارد او اي حاجه. تمام. جبت دي وقلت بقى اوريكم ازاي ان احنا نودكها او ازاي ان احنا نحرقها. تمام. طبعا هي نضيفه كده خلاص، انا مسحتها، ما تغسلهاش ميه، انا مسحتها. تمام. وبعد ما مسحتها نقعتها شويه في الميه وسبتها تنشف. بعد كده هبتدي بقى ان انا اجيب، هنا دي جايبه زبده بلدي وحاطه عليها معلقه قشطه، وهبتدي ان انا مش هخلي فيها ولا ذره كده من غير ما تكون مدهونه بالزبده. لان اي جزء ولو بسيط مش هيكون مدهون بالزبده، ده هيأثر على اكلك انتي. غير ان هو هيبتدي يسرب دهون من الاكل اللي انت هتعمليه. غير ان هو مش هيبقى صحي طبعا. فاهماني؟ فاحنا هنبتدي نعمل ايه؟ واحده واحده كده، وناخد ونحط وندهن كل حاجه الاكل ممكن ان هو يلمسها. انا هدهنها بايه؟ بالزبده والقشطه. القشطه دي حاجه اختياريه، هي عشان كانت موجوده عندي، مش موجوده ما فيش اي مشاكل خالص. مش موجوده عندك زبده برضو ما فيش اي مشاكل خالص، اعمليها بالسمنه العادي. بس انا عايزه اقول لك على حاجه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ان الزبده او اي حاجه ليها ريحه حلوه زي الزبده كده، ده بينعكس بعد كده على كل الاكلات اللي انت هتعمليها فيه. بتطلع ريحه حلوه قوي. يعني هو نفس الفخار كمان بتبقى ريحته حلوه، فالطبيعي هينعكس عن الاكل. فاهماني؟ في ناس بعض الناس، مش كلهم، وانا عملتها قبل كده بس للاسف هو كان خطأ. ان في ناس بيحطوا سمن او زبده برضو متسيحه وعسل اسود، وبيتحرق، وهو اتحرق وكان كويس جدا، بس هو اولا اداني الطاجن كان لونه غامق جدا، وغير ان هو عمل دخان صعب، وان العسل هو بيتحرق طبعا احنا كلنا عارفين هو صعب ازاي. فبصراحة لقيت الطريقة دي افيد واسهل وانضف. فاهماني؟ لكن انت اقصد قولي اللي عندك اي جزء انت براحتك. فانا بعمل الحاجة اللي هي متاحة في ايدينا واللي هتدينا نتيجة كويسة جدا يعني. خلاص كده. هبتدي ان انا اهو دهنت كده بالزبدة والقشطة بتاعتي خلاص. طبعا انا ما ينفعش ان انا اكتفي بدول لوحدهم، لان طبعا دي زبدة مش مسيحة، يعني نسبة السمنة فيها قليلة. يعني هي فيها جزء كبير من خض اللبن. فممكن يتحرق مني بسهولة، وانا عايزة الطاجن يتشرب من السمن. تمام. هخلص كده اهو، وهبتدي ان انا هروح اجيب كمان معلقة سمنة او زبدة متسيحة، اكمل عليها علشان تبقى نسبة الدهون عالية. تمام. لان زي ما قلت لك لازم يتشرب السمنة تماما، وتطمني ان هو المسامات بتاعه الفخار بتاعتك كلها خلاص بقت كلها مسقيه بالزبده. اهي دي زبده متسيحه. انا جبت معلقه واحده بس هكمل بيها على انا حطاها. وفي التوقيت اللي انا عاملاه انا عايزه اقول لك تكوني مولعه الفرن بتاعك على درجه عاليه جدا او اعلى درجه عندك، بحيث يدخل على فرن يكون الفرن سخن جدا. تمام. يقعد معاكي بقى تقريبا ساعه، ساعه ونص، زي ما يقعد معاكي. وهقولك تعملي ايه في نص المده، او مش في نص المده، لا استني عقبال ساعه كده، وبعد كده تفتحي واقولك تعملي إيه ان شاء الله. اللي اول مره تدخل القناه تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنساش اللايك والاشتراك بالقناه وتعليق جميل زي كده، وشجعوني، ربنا يكرم الجميع ان شاء الله، يعني عشان اتشجع واعرف اعمل فيديوهات تاني زي الاول. اللهم صل على سيدنا محمد. نفس اللي انا عملته في الاولانيه، ابتدي هو بياخد مني شويه غلبه، بس والله بعد كده بينفع حلو قوي. عايزه اقول لكم الطاجن ده انا بعمل فيه باميه، طبعا هو ده صينيه مش طاجن لانها مش غويطه قوي، بس بعمل فيه كل حاجه. والنهارده بعد ما اخلص هعمل لكم فيه مفاجاه هتشوفوها انتوا، بس تابع الفيديو للاخر، مفاجاه تشرح القلب. طبعا الباميه فيه مش هقول لكم طعمها عامل ازاي وشكلها وكلها على بعضها بصراحه تحفه. بطاطس، كل حاجه كل حاجه. شيء خلاص كده، خلاص اقول له بقى روح ربنا معاك كده ندخله على الفرن، وبعد ساعة نرجع ان شاء الله. بصوا بعد ساعة شرب كله اهو، بس انا لقيت
ان الجوانب بتاعتها ناشفه خالص، فما ينفعش. هبتدي اخد السمنه اللي متبقيه مني في القاع دي وادهن بيها الجوانب تاني، بحيث ان الجوانب تتشرب برضو بكميه كبيره زيها زي القاع. تمام. بعد ما اخلصه كده هرجعه تاني ساعه تاني في الفرن، او الى لحد ما الاقي ما فيش اي نقطه سمنه عندي، يكون جاف جدا جدا جدا. اطمنت ان هو يكون شرب السمنه بتاعتي كلها. خلاص كده. بصوا، اللهم صل على النبي، كده خلاص هو تشرب كل السمنه، مفيش اي حاجه زي ما انتم. بس طبعا سخن جدا. عايزه اقول لكم بتعاملوه معامله البايركس. انا هنا حاطاه على قماشه تق من تحت، هوريها لك اهي، علشان ما ينفعش احطه على الرخامه. طبعا درجه حرارته كانت عاليه جدا يعني. اخلص بقى، اخلص واول ما يبرد ان شاء الله اغسله كويس جدا واوريكم شكله باذن الله يعني. بصوا القماشه هنا حطها من تحت، لان ما ينفعش طبعا ان انا احطه على الرخامه، لان انا عندي للاسف طق مني بسبب الموضوع ده. ابني كان حاطه على الرخامه وطق منه. الحمد لله الحمد لله على كل حال. خلاص يبرد بقى واغسله واوريكم شكله ان شاء الله بعد ما يتغسل. بصوا القمر، بصوا العسل، بصوا الحلاوه. حقيقي انا بعشق اصلا شكل الفخار وريحه الاكل فيه وطعم الاكل فيه وكل حاجه بصراحه. المهم بقى انا خلصت اهو تمام. في نفس الوقت هعمل لكم حاجه حلوه قوي فيه وهتشوفوها دلوقتي. اللهم صل على النبي. كل يقول الله اكبر. كل يقول بسم الله ما شاء الله. اللهم ديمها نعمه يا رب. ايه رايكم في القمر ده؟ والله العظيم قمر معنى الكلمه. يعني بصوا حاجه كده، الحمد لله رب العالمين. اللهم احسن من بين ايدينا يا رب، واحفظها من الزوال يا رب العالمين، وديم نعمك علينا. حاجه خيال الخيال. يا رب يكون عجبكم باذن الله. اللي جايبه حاجه جديده تعملها زي ما انا عملتها وتدعي لي بظهر الغيب. اشوفكم على خير حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.